الفراخ على طول زفرة مهما غسلتيها ومهما نقعتيها. تعالي بقى اقولك ايه السبب. اول حاجة انتي طبعا بتشتري فراخ من الفرارجي، ودي حاجة مفيش فيها اي مشكلة، بس بشرط ان الفرخة تتذبح وتتنضف وتستلميها في نفس الوقت. انما الفراخ المذبوحة مسبقا والمتقطعة دي ما تقربيش منها، وده لان في نوع من انواع الغش اسمه تبذيم الفراخ، وهو زي ما انتي شايفة في الفيديو كده بيحقنوا الفراخ بمية. المية مادام دخلت الأنسجة بتاعت الفرخة مش هتطلع غير بالطبخ، فتجيبي الفرخة 2 كيلو تلاقيها بقت نص كيلو في الحلة. المشكلة مش في كده بس، المشكلة بقى ان المية دي طبعا مليانة بكتيريا، والبكتيريا دي بتفرز سموم وبتفرز مواد تانية بتسبب زفارة الفراخ، فمهما غسلتيها برضو الزفارة هتفضل فيها ومش هتروح. ولو حابين نعمل سلسلة كاملة عن الغش في الأغذية المختلفة اكتبولي في التعليقات. كل سنة وانتم طيبين.